السيناريو الأصعب اللي محدش هيقوله لك واللي ما يتخيلوش أي زملكاوي. الفيديو ده مهم جدا 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 في التوقيت ده بالذات. ليه؟ لأن جماهير الزمالك لازم تاخد بالها من موقف لو حصل الدنيا كلها ممكن تتقلب، وفي ثانية الزمالك بعد ما كان فريق جبار وبينافس على الكونفدرالية وبينافس على الدوري المصري فجأة ممكن يتخسف بيه لسابع أرض. النهارده هقول لك على سيناريو لازم تخلي بالك منه، واوعى تقع في الغلطات دي عشان ممكن تأثر على فريقك وممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا. ولكن في سؤال ممكن يجي لك في الامتحان لازم تبقى عارف اجابته. ايه هو السؤال؟ ايه الفرق بين المحترف الكويس والمحترف التعبان؟ اجابته دلوقتي بقت سهلة جدا جدا جدا. الفرق بين المحترف الكويس والمحترف التعبان هو الفرق بين شيكو بانزا واخوان بزيرة في الانفراد. ببساطة النهارده شيكو بانزا راح بكوره رقص واحد والتاني وبمنتهى الرعونه بيحطها. ايه ده جول للزمالك، خلص الزمالك وخلص بدري، وكان اتحاد العاصمه كان هيضطر ان هو يهاجم، وطبعا الزمالك في المرتدات قوي جدا جدا جدا، كان هيخلص بواحده واثنين وثلاثه كانت البطوله انتهت من ماتش الجزائر. ولكن رعونه لاعب زي ده هي اللي عملت كده. على العكس بقى خوان بزيرة بينزل في الدقيقه 75 في توقيت مثالي. معتمد جمال انا شايف ان هو مدرب كويس جدا جدا جدا، ولما بيلعب الكرة بتاعته وبيلعب على الاوراق اللي في ايده الزمالك بيبقى قوي جدا جدا جدا. اما زي بقيه المدربين المصريين لما بيفكر يفتي بقى ويحب يحط التاتش بتاعه والكلام ده بيبقى الزمالك سيء، وده شفناه في مباراة الاهلي. النهارده معتمد جمال خوان بزيرة بيشتكي من مشاكل، عنده اصابه فخلاه نزله في توقيت مثالي في الدقيقه 75. ليه توقيت مثالي؟ لان التوقيت ده اللي اتحاد العاصمه كان بيضغط فيه بكل خطوطه عشان خاطر عايز يجيب جون. في الوقت ده الزمالك كان بيروح بمرتدات خطيره جدا جدا، وشيكوبانزا راح بواحده واثنين وثلاثه وكان في جون ما اتحسبش وهو فعلا فاول. لكن خوان بزيرة لما نزل هو ده اللعيب المحترف، قدر في ثانيه في كره واحده طق 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 جون، خلص المباراه. كلنا فرحنا قلنا خلاص الزمالك خد البطوله. انا واحد من الناس اتمنى ان الزمالك ياخد بطوله الكونفدراليه. قلنا خلاص المباراه خلصت انتهت خلاص الزمالك كسب. فجاه يحصل قرار غريب وعادل بالنسبه لي. ليه غريب وليه عادل؟ الجون يتلغي وحسام عبد المجيد بيعمل فاول غريب جدا جدا جدا. اول مره اشوف مدافع بيطلع للكره بيطلع بركبته، مش عارف ايه الفكره. المفروض ان انا بطلع ستريت ما بترفعش رجلي عشان خاطر ما اعملش اي فاولات. هي الكره اتحسبت فاول مش هاند بول على فكره. المذيع كان بيقول ان هي اتحسبت هاند بول، لا هي مش هاند بول، هي اتحسبت فاول لان ركبه حسام عبد المجيد دخلت في ظهر المهاجم بتاع اتحاد العاصمه، وبالتالي ضربه جزاء. تمثيل لضربه الجزاء ولا اروع. احنا عندنا هنا لعيبه بلا ذكر هم مين. اللاعب يخش يتفزلك وهوب يحطها لك باليمين في الارض، يحطها لك مش عارف فين، تيجي في العارضه تيجي بيتفزلكوا. لكن ضربات الجزاء هي دي المثال لضربه الجزاء القويه. اللاعب بيخش يحط زاويه بوم في سقف الجون، قويه سريعه عاليه، تعرفش تعمل لها اي حاجه. الحارس حتى يعني لو انت بصيت على ضربه الجزاء دي هتلاقي ان المهدي سليمان اتحرك قبل ما الكره تشوط، ولكن بسبب قوه الكره عفوا بسبب قوه الكوره وبسبب ان هي مركونه ومحطوطه في زاويه صعبه جدا 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 دخلت جول سهله. الحكايه مش صعبه. ليه بقى عادله؟ لان اتحاد العاصمه الكره اللي قبلها على طول انا من وجهه نظري شايف ان الكوره بتاعت الونش ضربه جزاء. هتقعد تقول لي بقى اصل ومش اصل، لا هو الونش داخل على رجل اللاعب الثابته وهو بيشوط الكوره فهي ضربه جزاء. معرفش الحكم ما شافهاش ليه، مش عارف، يعني انا شخصيا مش عارف. السيناريو الاصعب ان الزمالك يخسر مباراة اتحاد العاصمة او يتعادل هنا وبالتالي يخسر البطولة، ويخش مباراة سموحة بروح سيئة جدا ويخسر البطولة ويخسر الدوري، وكمان ما يلعبش دوري ابطال افريقيا السنة الجاية. ده هيبقى سيناريو كارثي لجماهير نادي الزمالك. ليه؟ لان لعيبة نادي الزمالك دلوقتي الجماهير حط عليها امل كبير جدا. اي نعم اللعيبة دي في بداية الموسم ما كانش متوقع ان هي تنافس على الدوري، ما كانش متوقع ان هي تنافس على الكونفدرالية، ما كانش متوقع ان هي تنافس على اي بطولة، خصوصا في ظل ان هم بيقابلوا مشاكل وازمات مادية كبيرة جدا وايقافات قيد ومشاكل كتير جدا. ولكن الروح بتاعت اللعيبة دي انا من وجهة نظري لازم على الاقل ياخدوا بطولة.
من وجهة نظر انا شايف ان اللي هم عملوه هم والجماهير والجماهير والجماهير، وباكد لان اللي وصل اللعيبه للمرحله دي هي الجماهير. شايف ان هم على الاقل ياخدوا بطوله بجد. ولازم جماهير الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك كلهم يلتفوا حوالين بعض، وما يقعوش في الفخ بتاع ان انا لا قدر الله لو خسرت بطوله فاخسر التانيه فاخسر كل حاجه. لا، لازم تركز ان انت على الاقل تاخد بطوله. انت لو ما جبتش جيد جدا على الاقل تجيب جيد، لو ما كنتش امتياز هات جيد، لو ما خدتش البطولتين خد لك بطوله. البطوله هتفرق جدا مع جماهير النادي الاهلي، جدا مع جماهير نادي الزمالك، جدا جدا. لازم تركز، لازم تفكر ان انت تكسب ماتش والتاني انت قدامك ماتشين ببطولتين، اما تكسب البطولتين او تخسر بطولة على الاقل، او تخسر كل حاجة وتخسر كل حاجة حرفيا. نادي الزمالك لازم يبني على الفريق ده. النهاردة شايفين في لعيبة خلاص، اللعيبة بالبلدي كده انهكت. عبد الله السعيد النهارده انا بشوف ان دي اسوأ مباراة ليه. شيكو بنزا ده يلم هدومه ويروح على طول اول ما الموسم يخلص. انا شايف ان هو لعيب مستهتر، لعيب ما بيلعبش كوره، لعيب بيلعب بمزاجه. في كوره في الدقيقه حوالي 77 شيكو بنزا الكوره اتقطعت منه وفضل قاعد على الارض عادي، والزمالك رايح بالكوره وهو قاعد، والزمالك راح وخلص الكوره والكوره اتقطعت منه ورجع خدها تاني وراح وهو لسه قاعد مش مصاب، قاعد عامل كده حاطط ايده على رجليه وقاعد. فده لعيب مستهتر. انا ما اعرفش مين اللي جابه، ما اعرفش ازاي جايب الرقم ده، ما اعرفش ازاي جاي في مصر. في لعيبه كتير لا تصلح ان هي تلعب اهلي وزمالك وبيراميدز والكلام ده كله، ومع ذلك هي سبحان الله بتبقى ارزاق. الزمالك لازم ياخد باله من الحكايه دي، لازم ياخد باله ان المباراه اللي هنا مهمه جدا. لازم الجماهير ما تنجرفش ورا اللي هيحصل على السوشيال ميديا وتشيل حسام عبد المجيد الليله، لان حسام عبد المجيد هو في النهايه هو اللاعب بتاعك. لو انت خسرت في مباراه زي دي فانت ما عندوش البديل. المباراتين الجايين مهمين جدا جدا جدا. لو انت شيلته فكره ان هو يخسر، او فكره ان هو اللي خسرك الماتش ده وماتش الاهلي وبدا اللعيب ينزل في مستواه، فانت داخل على مباراتين جامدين جدا جدا جدا. هل عندك البديل ليه؟ بالتالي لا. خد بالك بنتايج مش هيلعب الماتش الجاي صح، وعمر جابر مصاب، فانت عندك 2 اساسيين بيلعبوا معاك مش موجودين. لو افتقدت حسام عبد المجيد بسبب اللي هيحصل الفتره الجايه لحد ما لحد ماتش اتحاد العاصمه الماتش الجاي الاسبوع ده، لحد ما الماتش ده يتلعب، لو انت انجرفت ورا اللي هيحصل في السوشيال ميديا فانت هتخسر حسام عبد المجيد في الماتشين دول، وبالتالي هتبقى خسرت 3 لعيبه مهمين جدا 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 في منظومه الدفاع. اللي انا بشوف ان اهم ما بيميز معتمد جمال ان هو عارف يوقف الزمالك على رجليه دفاعيا كويس جدا، وبالتالي في المرتدات بيقدر يعملها بشكل قوي جدا، لان عنده لعيبه سريعه، لعيبه بتعرف تخترق المساحات، لعيبه بتعرف تأدي المطلوب منها بالظبط. اديله مساحات اديك اللي انت عايزه، ضيق لي المساحات مش تاخد مني اي حاجه. فانت بتتكلم على شيكو بنزا واخوان بزيرة، وطبعا طبعا طبعا كلمه السر في عبد الله السعيد لما يكون فايق بيقدر يطلع الكوره بمنتهى السهوله ويوصل اللعيبه دي. النهارده كوره واحده خلصت المباراه لولا تدخل الحكم. اوعى 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 واياك ثم اياك ثم اياك، اوعى تهدم فريقك دلوقتي، لان انت دلوقتي في مرحلة مهمة جدا جدا جدا. اما تاخد كل حاجة او تخسر كل حاجة. اتمنى ان الجماهير تفهم كلامي وتركز كويس جدا في كل معلومة، ولازم لازم لازم تدعم فريقك دلوقتي. ونشوف ان شاء الله الماتش الجاي نشوف كل جماهير الزمالك مالية الاستاد، ونشوف ان شاء الله يبقى استاد الرعب على اتحاد العاصمة والزمالك يفوز بالبطولة ان شاء الله. سلام.